السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل والجمال والعسل على أحلى متابعين ليا في الدنيا. تعالوا النهاردة يعني نعمل حاجة غير الأكل خالص. أنا ليا في الفن، يعني بحب أتفنن في حاجات كده برضو غير ما بنتفنن في الأكل. النهاردة هعمل لكم حاجة للكحك أو للتورتة. شيالة كده نعملها، نحط عليها، نرص عليها الكحك بتاع العيد، او تحطي عليها تورتايه. بدل ما نشتريها غالية من بره، حاجات موجودة عندك في البيت. مش هتبقى مكلفة خالص. انا عندي الطبقين دول، كانوا جايين من بره، كان عليهم بسبوسة جاهزة من المحلات الجاهزة اللي بره. كانوا جايين لي كده تقريبا في هدية من كام سنة الكلام ده. فانا بصراحة انا بحب احتفظ بالحاجات دي. وعندي رول بتاع الورق الفويل برضو ما رميتوش، واسطوانتين قدامى، ما حدش طبعا بيستعمل الحاجات دي، فبرضو كانوا موجودين عند ابني، خدتهم منه وما رضيتش ارميهم، قلت هحتاجهم برضو في وقت معين يعني. وكتر. وعندي ورق اللي هو اسمه ايه، الورق الملون ده. بيتباع في كل المكتبات يعني. ما عندكش الاطباق دي، ممكن اطباق بلاستيك عندك مثلا اتشرخ من حرفه او حاجه، ما ترموهوش برضو، اعملي خدي القاعده بتاعته واعملي نفس الفكره بتاعتنا دي. جيت انا ايه، الرول بتاع الفويل ده طويل جدا، فانا هعمل منه الرجول بتاعه الشياله. المقاس اللي انت عايزاها طويله اعمليها، عايزاها قصيره، المقاس ده براحتك خالص. اعمليه صغير 3 سنتي، 5 سنتي، 10 سنتي. انا عملته حوالي 10 سنتي زي ما انتم شايفين كده. هعمل حوالي 3 رجول او 4 رجول على قد الايه، الرول اللي عندي دون. ما يكفي عشان يبقى ايه كله شكل بعض. اهو زي ما انت شايفه كده، اهو بقيس. عملت قطعت واحده وبقيس الباقي عليها اهو. يا رب تطلع 4 رجول، ان شاء الله هتكفي وتطلع 4 رجول. فعلمت الاول عشان لما اجي اقطع يبقى كلهم مقاس واحد. حاجة بصراحة بسيطة جدا، بس انت ايه، شغلي دماغك كده، ما يكون عندك حاجة قديمة ما ترميهاش، اعملي مكان كده، شنطة، كيس بتاع، واركني على اي جنب في بيتك، ما يعملش كركبة يعني ولا كده. الحاجات دي هتنفعك في وقت مناسب جدا زي ما انتم شايفين كده. اهو الحمد لله عملت 4 رجول زي ما انتم شايفين. جيت بقى ايه، مسكت الطبقين، خدت طبق منهم لزقت عليه الاسطوانة اللي هو ايه، الطبق المشروخ، لزقت الشرخ ولزقت عليه اسطوانة عشان ايه، يجمد شوية زي ما انت شايفة كده، شايفين اهو. الاسطوانة دي هتبقى تحت، مش هتبقى باينة خالص، ان انا هلبس هحط الطبقين فوق بعض عشان تبقى ايه متينة، يعني مش هعمل واحد بس، لان ده بلاستيك خفيف ممكن ايه يطق بسرعة. الورق الفويل ده اللي عندنا ده الملون ده، هجلد بيه الايه الرجول بتاعت الشيالة زي ما انتم شايفين كده، اللون اللي انت عايزاه يعني. اسمه ورق فوم، صح افتكرت اسمه دلوقتي. الورق الملون ده اسمه ورق فوم، في منه بيلمع وفي منه مطفي زي ما انتم شايفين كده. اعلم بس تحت زي علامة زائد كده، عشان يبقى ايه كل رجل بتركب في مكانها، ما بقاش واحدة بعيدة عن واحدة يعني. فما اعمل زي علامة زائد كده رايح جاي، هلزق عليها الايه الرجل. فانا بحاول اشوف الرجل بتحط فين، يعني كل واحد ونظره طبعا. حسيت ان هي على الحرف هتبقى اجمد شويه ما تبقى محطوطه ايه لجوه. هبتدي الزق بقى اهو، كنت مسدس الشمع واحط شمع على الحرف بتاع الرجل الشياله اللي احنا عملناه، وابتدي ايه اضغط عليه كويس عشان يلزق كويس وما يتعوجش مننا. الشمع عامه بايه بيلزق بسرعه يعني، ما بيطولش في اللزق يعني. اهو حطيت الرجل التانية على المقاس اللي انا عملته الاول اهو، شايفة، وادي الرجل التالتة حطيت شمع، واعمل الرجل الرابعة نفس الشيء
حط شمع برضو وايه والزقها. كل ده انا قلبت الطبقين، يعني الاسطوانة دي هتبقى تحت مش هتبقى باينة. ابتدي اقلب دلوقتي بس بدوس عليها عشان تجمد. ابتدي اقلبها على الناحية التانية عشان تديني الوش اهو. شايفة المنظر اهي كده بقت ايه؟ بقت شيالة من لا شيء. وعلى ما تخلص ان شاء الله في اخر الفيديو كده هتبص تلاقي على الجمال بتاعها. طبعا التزويق والحاجات دي بتبقى كل واحد ودماغه وافكاره وكده. يعني دي حاجات برضو قديمة هستعملها. عندي الشريط ده كان على ستاير قديمة برضو ما رميتهاش. وعندي الشريط اللي هو الفصوص اللي بتلمع دي هزوق بيها الرجل بتاعت الشيال اهو. ابدا اجيبها كده رايح جاي، او اعمليها بالطول، او اعمليها وردات زي ما انت عايزه. فانا حسيت ان هي اما تلف حوالين الرجل كده بشكل ايه حلزوني تبقى شكلها جميل. ولزقت الشريط زي ما قلت لكم بتاع الستاره اهو على حرف الايه التورتايه. وابتدي اعمل لها ايدين من ناحيتين. ممكن تستغنى عن الايدين دي خالص ما تعمليهاش، بس انا حسيت ان هي هتبقى شكلها ظريف. ايدين برضو من الورق، برضو بنفس الورق الفوم اللي عملنا منه الرجول، ولزقت عليها اللي هو الفصوص ده. وبقت احلى شيالة للكحك زي ما انت شايفة. وبألف انا والشفا، وكل سنة وانتم طيبين.